السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رمضان كريم على كل اخواتي وحبايبي، بحبكم في الله. كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده وهنا وراحه بال، ينعاد علينا وعليكم الايام بكل خير. تعالوا بقى كده، النهارده عندنا مفاجاه جامده جدا. يعني بصوا، يعني بدأنا كده بسم الله ما شاء الله نحط رجلينا على اول الطريق. تعالوا بس كده، مش هحرق لكم المفاجأة، بس هوريكم الحاجات اللي احنا عارضينها كده وهنعملها مع بعض، وانتوا بقى حذروا فذروا وانزلوا بسرعة في الكومنتات وقولوا لي يا هلا يا هل ترى، يا هلا يا هل ترى ايه الموضوع. تعالوا كده ورايا، نسمي الله بقى كده ونصلي على الرسول وشوفوا لي هالقمر. ما شاء الله بقى كده ايه، كل تتبيلاتك وحاجاتك وحلوياتك وشغل رمضان بقى كده وايه، وكل سنة وانتوا طيبين. استنوني بقى كده، تتبيلات وتفريزات رمضان بقى والحاجات القمر دي علشان تطلبي من عندي كل حاجه انت عايزاها. بصوا بقى كده، ما شاء الله معانا كفته رز، معانا ناجتس، ستريبس يا جماعه، فراخ متبله كده وجاهزه على الشوي على طول ما شاء الله، ممبار على التحمير، كبد وقوانص متبله، كبيبه على التحمير وده طبعا ممبار، دي وراك متبله برده، ده برده ستريبس، سمبوسك يا اخواتي على التحمير. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بالف هنا وشفا. هنا بقى الخضار، ادي فاصوليا وادي سبانخ وادي كمان بسله وده كمان كرنب اهوت، ودي كمان محاشي كده. بصوا بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي كده. ده اكل بس مستوي، بس هنعرضه بقى ايه في المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها. دي حاجات متسويه كده، ودي طبعا عروض انا عاملاها لكم علشان خاطر رمضان بقى كده، وكل سنه وانتم طيبين. كل اخواتي وحبايبي، رمضان كريم علينا وعليكم، يا رب ينعاد علينا وعليكم بكل خير. استنوا بقى كده الفيديو بعد شويه وحذروا فذروا بسرعه، يا ترى احنا هنعمل ايه؟ يلا بينا. وطبعا هنا بقى انا عايزه اوريكم اللحمه اللي انا بشتغل بيها في كل الاوردرات بتاعتي، سواء بقى كانت جوه الاكل او كفته او الحاجات دي. حبيت اوريكم انا بجيبها منين علشان برضو تكونوا مطمنين وشايفين بسم الله ما شاء الله كده اللحمه اللي بشتغل بيها. طبعا الاكل ده لازم تكوني مطمنه ومرتاحه له مليون في الميه علشان تكوني بتاكلي الحاجه كده وانتي مرتاحه وبالف هنا وشفا. ايه رايكم بقى كده في الجمال والحلاوه؟ تعالوا بقى كده علشان اقول لكم انا جايبه اللحمه القمر دي منين، وبجد كانت التجربه حلوه جدا جدا. جبنا لحمه من جزاره ومزارع العمده. ايه الجمال والحلاوه دي يا جماعه؟ الفيسبوك اليومين دول ملهوش سيره غير جزاره العمده. جزاره العمده كل ما اقلب الاقي اعلانات عن جزاره العمده. الشيف شربيني عامل لهم اعلان، وعدنان عامل لهم اعلان، ومش عارفه مزاجنجي عامل لهم اعلان. اسكت انا بقى كده؟ لا والنبي لازم اروح واجيب ونشوف كده مع بعض جزاره العمده، ونشوف كمان اللحمه بتاعتهم. مبدئيا بصرف النظر عن السعر اللي في الفيديو، العرض اللي كانوا عمالين يقولوا ب 300 ده طبعا مش موجود. اللحمه هناك يا جماعه ب 360 جنيه تمام كده، والملبسه ب 300 ب 330، يعني اسعار كده. لكن اللحمه الحمراء اللي تتاكل ب 360 جنيه. بس عشان ايه اكون واضحه وصريحه معاكم، مش بعمل اعلان ولا حاجه، انا جبت حاجه وعجبتني وهوريها لكم. استنوا بقى كده لما نفتح الاكياس ونطلع الاطباق بتاعه اللحمه ونشوف مع بعض. بصوا اللهم بارك، شايفين بقى اللحمه؟ عايزه اقول لكم ان لا التصوير ظالمها كتير. بحاول كده اظبط الاضاءه، هي حمراء عن كده، يعني لونها يعني احمر وجميله جدا بسم الله ما شاء الله. بصوا متغلفه كده، هو بيسالك كمان انت عايزاها متغلفه في اطباق، عايزاها في اكياس، زي ما انت عايزه. بصوا اللهم بارك يا رب طبعا. طيب حذروا فذروا، اللحمه دي انا هعمل بيها ايه؟ تعالوا نشوف. بسم الله ما شاء الله، هنعمل اطعام. ايه ده؟ راح تجيبي من العمده عشان تعملي اطعام؟ طبعا احسن وانضف واحسن حاجه اللي هكون طالعه لله كده. يعني انا نفسي ما جربتش لحمه العمده عندي في البيت، يعني ما جبتش منها لبيتي. شوفوا اول لما اروح اجربها واجيبها تكون طالع اطعام. بصوا بس عشان الاسترتش ده حاسه ان هو مش مبين اللون بتاع اللحمه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، حاجه كده زي القمر. شايفين يا جماعه اللحمه اللي بنعمل بيها الاطعام؟ بجيب انضف واحسن حاجه، ربنا طبعا يعني ايه شايف وشاهد. جبنا اللحمه وجبنا كمان رز بسمتي، هنعمل حاجات جميله 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 لضيوف الرحمن. ربنا يبارك يا رب كده لصاحب الحاجات القمر دي. طبعا مش انا اللي عامله ده شغلي، ولكن انا بروح اجيب منتجات نظيفه. استنوا ما نطلع ده كمان. بصوا اللهم بارك، شايفين اللحمه؟ طبعا لسه في الشنط، بس انا ايه طلعت كام طبق كده بس. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك
علشان اوريكم الجمال والحلاوه بتاعت اللحمه. ايه رايكم يا جماعه؟ ميزانهم حلو، بصرف النظر انا ما وزنتش بس انا بعرف الميزان. اللحمه تحفه تحفه تحفه. احنا جزارين وانا عارفه اللحمه الحلوه من اللحمه اللي مش حلوه. حتى وانا بقول له انا عايزه لحمه حلوه، قال لي انت شايفه ايه؟ قلت له انا شايفه ان اللحمه جميله. قلت له على فكره احنا جزارين. دخلني التلاجة بسم الله ما شاء الله بتاعت المحل، وريها لي بسم الله ما شاء الله، تلاجة يعني زي قد اوضه كده. قال لي طب تعالي بقى كده اما اوريك اللحمه بتاعتنا، يعني تعالى اما اوريكي كمان ما شاء الله الكميات اللي عنده، فاهميني؟ بسم الله ما شاء الله جميله يا جماعه. انا جبتها من شكل اللحمه بس كده. انا بقول لكم ان اللحمه خطيره، اللحمه صغيره، اللحمه جميله، ولكن هي مش ب 300 جنيه زي ما كانوا بيقولوا في الاعلانات. تمام كده؟ عشان الناس اللي تبقى رايحه برضو معلش تكون رايحه على نور وعارفه ان اللحمه مش ب 300 جنيه. ولكن عنده لو بصوا ما بيزعلش حد. عايزه لحمه ملبسه يديكي ويقللك في السعر شويه، عايزه لحمه حمراء فبيعرفك ان كل حاجه ليها اسعارها. شايفين اللحمه بسم الله ما شاء الله تتاكل نيه كده من جمالها ومن حلاوتها. التجربه عجبتني جدا، مبسوطه جدا. استنوا بقى باقي الفيديو وشوفوا هنعمل ايه مع بعض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه رايكم يا جماعه في اللحمه وحلاوتها وجمالها؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. بجد حاجه زي القمر. انا بقول لكم اللحمه حلوه، اللحمه جميله، اقسم بالله يا جماعه فعلا شغل فاخر من الاخر بصراحه. عشان ايه؟ ندي لكل واحد حقه. بصوا اللحمه عامله ازاي، شايفين؟ حاجه كده تحفه. عجول صغيره، عجول يا جماعه، دي لحمه عجول، مش لحمه جاموس بقى وكبيره والشغل ده. دي عجول يعني يعني لا مؤاخذه كده لحمه دكوره. تمام؟ يلا اشوفكم بقى كده نكمل مع بعض الفيديو. ومش عايزين طبعا ننسى وجبات الخير. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله انا بعمل اطعام وبعمل افطار صائم كده في رمضان. على حسب اللي عايز يعمل الاطعام عباره عن ايه. يعني مثلا رز ولحمه، فراخ ولحمه، بعمل بانيه ومكرونه، عندي ستريبس مثلا، رز وسمك. كل الحاجات دي من اختيار اللي عايز يعمل الاكل. بيقول لي مثلا هو عايز يعمل ايه وبيبلغني قبليها بيوم، وبنعمل مع بعض الحاجات القمر دي. بسم الله ما شاء الله دي وجبات، كان افطار صائم عملناها كده مع بعض. بعمل كل الاكل البيتي، بعمل كل تجهيزات العزومات يا جماعه، وبعمل جميع انواع التفريزات. واللي عايز حاجه يقول لي يكلمني. وطبعا عندي صفحه على الفيسبوك باسم شيف صابرين، اللي عايز اي حاجه يتواصل معايا تحت امركم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كل اخواتي حبايبي